قبل ما نبداو ما تنساش تدخل القناة، راه غتلقى فيديوهات طويلة كنشرحو فيها الدروس بطرق مبسطة. وكذلك ما تنساش تدخل لقائمة الفيديوهات القصيرة، راه غتلقى كل فيديو فيه سؤال واحد جاوبنا عليه في وقت ما تيتعداش 2 دقائق. دير جيم، كومونتي وصيفط الفيديو لصاحبك، راه غتدير فيه خير كبير بزاف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في هذا الفيديو الجديد على قناتكم إكسترامات. الفيديو هو الفيديو الخامس ضمن سلسلة فيديوهات خاصة بدرس إيكواسيون دين دغوات. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله هو تتم الفيديو الرابع اللي شفنا فيه كيفية التعرف على إيكواسيون دين دغوات أبارتيغ دو بوان. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا حالات او لا امثله شويه تكون صعيبه باستعمال ديال النومبر اللي هما فراكسيونير او لا باستعمال وضعيات غير تقليديه. ان شاء الله هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا نديروا فيه فقط غير تمارين، وتكون تمارين ذات معنى، يعني اللي ممكن تواجهها في الامتحان الجهوي او لا تقدر تواجهها كذلك حتى في الفرد. ملي تنقولوا تمارين يعني فقط الاسئله هما اللي غادي تلقى، بالاضافه لبعض الاسئله الاخرى اللي باقي ما شفناهاش. مثلا ملي غادي نشوفوا الحصه السادسه تيكونوا فيها واحد جوج ديال او لا سؤال واحد، وفي الحصه السابعه تيكون فيها سؤال واحد اخر. ممكن نزيدوهم على هذه الاسئله اللي غنشوفوا اليوم ونلقاوهم في الجهوي او لا في الفرد الثاني. يلا على بركه الله نبداو الحصه ديالنا. غنبداو بهذا ليكزيرسيس دابليكاسيون. هاد ليكزيرسيس دابليكاسيون كما كنلاحظوا ان لي كوردوني ديال ا وديال بي فيهم دي نومبر فراكسيونير، يعني غادي الصعوبه ديال الحساب غادي تكون شويه مرتفعه، رغم انه دائما هاد لي نومبر فراكسيوني خاصني غير نركز معاهم ونعرف نوحد المقام، حتى حاجه ما غتصعب عليا. يلا نبداو. ليكواسيون ديالنا او لا دغوات ديالنا هي ا بي، خاصنا نلقاو ليها ليكواسيون ريدويت ديالها، علما ان لي كوردوني ديال ا هما 2/3 وناقص 3، ولي كوردوني ديال بي هما -4 و1/2. دائما كنبداو الحساب ديالنا باستعمال لو كوفيسيون ديريكتور دو لا دغوات ام، باستعمال هذه العلاقه، وكنعوضوا فقط y بي بالعدد ديالو و y ا بالعدد ديالو، ثم x بي بشحال تيساوي و x ا بشحال تيساوي فقط. وخاصنا نركزوا دابا في الحساب. يلا باش ما نتلفوش في الحساب اعزائي المشاهدين، يكفي فقط انه نحسب كل حاجه بوحدها. يلا نبدا. انا دابا بالبسط لو نيميراتور، الا بغيت نحسب لو نيميراتور غادي نلقى فيه ناقص مع ناقص هي زائد، داكشي علاش درنا هنايا زائد 1/2 زائد 3. نوحد المقام الموحد هو 2، هاد 3 هذه غتولي هي 6/2، دونك 1 زائد 6 هي 7/2. حنا لقينا دابا في البسط لقينا 7/2. باقي لينا المقام نشوفوا شحال تيساوي، يعني غنحسبوا هاد الشيء هذا ونشوفوا شحال غنلقاو. لو دينوميناتور ناقص 4 ناقص 2/3، المقام الموحد هو 3، دونك تساوي ناقص 12/3 ناقص 2/3، ناقص 12 ناقص 2 هي ناقص 14. احنا لقينا في لو نيميراتور ناقص 14/3. نجمعوا كلشي دابا في حاجه وحده، دونك ام تساوي 7/2 على ناقص 14/2. باش نختصروا هذا العدد هذا يكفي اننا نحافظوا على العدد الاول كيف ما هو، القسمه غنردوها ضرب، والمقام غادي نقلبوه نديروا لانفيرس ديالو بهذا الشكل هذا. يمكن لينا نختزلوا مباشره، ويمكن لينا حتى نحسبوا عاد نختزلوا كيف ما درنا هنايا. 7 في ناقص 3 هي ناقص 27، 2 في 14 هي 28، ثم نختزلوا ب7، القاسم المشترك هو 7، نختزلوا ب7 تجي لينا ناقص 3 مع ناقص او لا على 4. يمكن لينا نختزلوا من الاول، يعني هاد 7/7 مع 14 غنختزلوهم غتشيط لي هنايا 2، وفي البسط غتشيط لي ناقص 3 هي ناقص 3، ثم 2 في 2 هي 4. يمكن لك عزيزي المشاهد تستعمل الطريقه اللي شفتيها مناسبك، يعني ممكن تختزل من الاول وممكن حتى تحسب عاد تختزل
الا كانت عندك الكالكيلاتريس او الحاسبه، او لا ممكن تختزل ذهنيا. دائما اشجع انه الحساب يكون ذهني باش ما نولفوش الكالكيلاتريس. الا ولفنا كالكيلاتريس نوليو نلقاو صعوبه في عمليات سهله جدا. ندوزو دابا احنا حسبنا ام، اشنو بقى لينا بي. غنحسبوا بي باستعمال النقطه بي هذه المره هذه. يلا، بما ان بي تنتمي لا دغوات ا بي، دونك يمكن لينا نعوضوا المعطيات ديال بي. يمكن لينا نديروا y بي تساوي لو كوفيسيون لقيناه هو ناقص 3 على 4 في اكس بي زائد بي. هاد y بي غنعوضوه بشحال تيساوي، و اكس بي غنعوضوه بشحال تيساوي، ونحسبوا هاد 4 مع 4 غيمشيو، غنختزلوا بهم، غتشيط لينا 1 على 2 تساوي ناقص 3 زائد بي كما تنشوفوا. دونك بي هاد تساوي هاد 3 تمشي للجهه الاخرى تساوي 1 على 2 ناقص 1 على 2 ناقص 3 تساوي بي. ونوحدوا المقام الموحد هو 2، يعني غنديروا هنا 2 ونضربوه في 2، يعني 3 في 2 هي 6 على 2 بهذا الشكل هذا. 1 ناقص 6 هي ناقص 5، بي ديالنا هي ناقص 5 على 2. دونك ليكواسيون ديال لا دغوات ا بي نعطيوها بهذا الشكل هذا. هكا سالينا هذا السؤال هذا اولا هذا التمرين هذا اللي استعملنا فيه دي نومبر فراكسيونير. ندوزو دابا وما نساوش كذلك اخر مرحله هي لا فيريفيكاسيون باش نتاكدوا من الجواب ديالنا. ندوزو دابا ليكزيرسيس الثاني اللي فيه لو كوفيسيون ديريكتور معروف، يعني عاطينا لو كوفيسيون ديريكتور شحال تيساوي. السؤال هو عندنا جوج ديال الاسئله. السؤال الاول ديتيرميني ليكواسيون ريدويت ديال لا دغوات ا دي اللي لو كوفيسيون ديالها هو ناقص 4 بحيث ا تنتمي لهاد لا دغوات. هنا لو كوفيسيون ديريكتور معروف، يعني يبقى ليا فقط نحسب النقطه اولا بي لوردوني ا لوريجين بي، واللي يبقى ليا نحسبه باستعمال هاد العلاقه هذه. وكما شفتوا معايا في الحصه اللي فات راه انه الحساب ديال لو كوفيسيون بي ضروري نكون عارف واحد النقطه تنتمي لهذا المستقيم هذا. ونفس الامر السؤال الثاني راه مشابه، غير هو لو كوفيسيون ديريكتور هذه المره هو 2، والنقطه التي تنتمي الى لا دغوات ديالتا هي بي. نبداو بالحاله الاولى. دي لي كوفيسيون ديالها هو ناقص 4 وكيدوز من ا، دونك ليكواسيون ديالنا غتكون بحال هكا. بقات ليا فيه فقط بي، اون ا تنتمي لدي، الوغ نقدر نعوض بلي كوردوني ديال ا بهذا الشكل هذا. y نعوضو هو ناقص 1 تساوي ناقص 4 في 2 زائد بي. ثم غادي نتحصل على معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد اللي هو بي. دونك ناقص 4 في 2 هي ناقص 8 تساوي ناقص 1 زائد هنايا غتخرج لنا بي. الوغ بي غادي تخرج لنا هي ناقص 8 تمشي للجهه الاخرى، ناقص 1 زائد 8 اللي غادي تكون هي 7 بهذا الشكل هذا. هيا السؤال الاول جاوبنا عليه، ليكواسيون ديال لا دغوات دي بهذا الشكل هذا. ندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني دلتا لو كوفيسيون ديالها هو 2 وكيدوز من بي. الوغ النص الاول بعدا راه ساهل، عندنا لو كوفيسيون ديريكتور، بقات لينا فقط بي. غنستخلصوها انطلاقا من نقطه بي، يعني غنعوضوا بالمعطيات اولا لي كوردوني ديال بي. y بي هو 5 و اكس بي هو 2 نعوضوا بهم، غنلقاو ان بي تساوي 5. الوغ ليكواسيون ديال لا دغوات دلتا هي هاد ليكواسيون هذه. وكاخر مرحله دائما ما ننساش انه يمكن ليا بعض المرات الا استعملت اكس بي هو 0 اوتوماتيكمون هذاك بي راه هو y بي. علاش؟ حيتاش كما قلنا دائما في الحصه الثانيه او الحصه الاولى ان هذاك بي هو نقطه التقاطع ديال لا دغوات مع لاكس ديزوردوني، اولا هذه النقطه هذه 0 بي هو نقطه التقاطع ديال لاكس ديزوردوني مع لا دغوات ديالي. يعني الا كان اكس كيساوي 0 فان لوردوني كيساوي بي. و اكزيرسيس الثالث، هذا الاكزيرسيس الثالث اللي غنديروه في هذا الفيديو ان شاء الله.
هاد ليكزيرسيس هذا مجموعين فيه 3 ديال الاسئله اللي من حصص مختلفه. هذا السؤال هذا هو من الحصه رقم 4، وهذا هذا هو من الحصه رقم 2 اللي فيه شفنا واش واحد النقطه تنتمي او لا. وكذلك هذا السؤال هذا هو من هذه الحصه هذه اللي شفنا فيه ملي تيكون عندنا لو كوفيسيون ديريكتور معروف، فقط تتبقى لنا هذيك بي تنستخلصوها انطلاقا من واحد النقطه كيدوز منها المستقيم ديالي. يلا نبداو بالسؤال الاول اللي فيه غنحددوا ليكواسيون ديالو دغوات ا بي، بحيث ا هي هذه و بي معطيه بلي كوردوني ديالها كما تشاهدون. يلا اول حاجه تنحسبوا ام، يعني هنا خاصنا نكونوا حافظين القواعد وحافظين العمليه كيفاش كدار، حافظين القواعد كاملين. يعني هنا هاد 1 ناقص 5 بلا ما نكتب لكم القاعده راكم عارفين انه الفرق ديال لي زوردوني، وهنا في المقام الفرق ديال لي زابسيس غنلقاو تساوي ناقص 4 على ناقص 2 اللي هي 2. بقات ليا بي تنحسبها انطلاقا من احدى النقطتين ا ولا بي. هنا اختاريت ا، يعني الا عوضت لي كوردوني ديال ا y ا تساوي 2 اللي لقيت في لو كوفيسيون في اكس ا اللي هو 1 زائد بي. هذه ايكواسيون من الدرجه الاولى، لقينا انه بي تساوي 3. دونك ليكواسيون ديال ا بي هي هاد المعادله هذه. ندوزو للسؤال الثاني اللي فيه واش ديك النقطه سي تنتمي لا دغوات. شفنا في الحصه الثانيه انه باش نشوفوا واحد النقطه واش تنتمي او لا كناخذوا هاد اكس سي تنعوضوه في ليكواسيون ديالنا، يعني غنعوضوه هنايا 2 في اكس سي زائد 3 تساوي 2 في اكس سي. شحال هي اكس سي؟ هي 3 زائد 3. 2 في 3 هي 6 زائد 3 تساوي 9. ها منين جبنا هاد 9 هذه؟ وهاد 9 راه ماشي هي y سي اللي هو ناقص 2، يعني هاد ناقص 2 راه هي y سي. ملي كنلقاو تخالف ماشي تساوي، دونك نقدر نقول ان السي لا تنتمي الى لا دغوات ا بي. دابا السؤال 3 هو فيه غنحددوا ليكواسيون ريدويت دون دغوات دي لي لو كوفيسيون ديالها هو 3 ودايزه من سي. ها هو النص الكبير راه اختصروا علينا السؤال بحيث عطانا لو كوفيسيون ديريكتور. بقات ليا فقط بي. دائما كيف ما تنديروا دائما نعوضوا بلي كوردوني ديال سي هاد المره حيتاش تنتمي. دونك غنلقاو ان بي تساوي ناقص 11. الوغ ليكواسيون ريدويت ديال لا دغوات ا بي هنا ما واضحاش الكتابه، انا نعاود نكتبها مزيان هنايا. دي هي y تساوي 3 اكس ناقص 11. هذا هو الجواب ديال السؤال الثالث. وهكا نكونوا سالينا لهذا الفيديو هذا، وصلنا للنهايه ديالو. قبل ما ننسى للاستئناس فقط، فالقناه ديالنا دابا وصلنا للفيديو رقم 5 في هذا الدرس هذا اللي هو ايكواسيون دين دغوات، بالاضافه الى انه درنا 3 ديال الفيديوهات خاصه بلوغوبير دون لو بلان. يكفي انك فقط تدخل القناه ديالنا وشوف الحصه اللي باقي عندك فيها غموض ويمكن لك تفرجها وما تخرج من ديك الحصه حتى تفهم مزيان داكشي اللي عندك فيه الاشكال. وكنتمناو لكم التوفيق ان شاء الله، واللهم يسر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.